السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده عملت غدوة جميلة جدا للشتاء. عملنا النهارده قرنبيط مقرمش وجميل، وعملنا شيش طاووق، وعملنا رز بسمتي بخلطة البرياني مع الفراخ. يلا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض كده خطوة خطوة. ويا ريت اللي معدي من قدام الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك ويشترك في القناة ويشجعنا بتعليق جميل كده، ويقولي لو في أكلة معينة عايزين تعملوها. يلا بينا لكم عملنا الخطوات ازاي. سلقنا ده كيلو قرنبيط، طبعا قطعناه ونضفناه كويس قبل السليق. شطفناه شطفة سريعة، غلينا المية، وبعدين حطينا معاها معلقة ملح ومعلقة كمون وقرن فلفل حامي. يقعد ربع ساعة بس في المية المغلية وننشله على طول لحد ما ندخل الشوكة كده في العظم بتاعته ده، نلاقيه ايه بتدخل يعني بشكل سلس. تمام كده. نيجي بقى للخلطة الجميلة بتاعتنا. عندنا ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة مطحونة، وخمس فصوص توم مفرومين، ومعانا كوباية دقيق حطينا عليها معلقة نشا، ومعانا طبعا الكزبرة الخضراء مننساهاش، وبضاية واحدة فقط. تمام كده. الكمية هنا ممكن نقسمها على مرتين، نشيل جزء منها في الفريزر. وكمان معانا 2 طماطم ضربناهم في الخلاط، بيدي لون حلو وجميل. ونحط المكونات بتاعتنا دلوقتي مع بعض. معلقة النشا وظيفتها انها بتدي القرمشة دي. بعد ما نطلع ان شاء الله القرنبيط من الطاسة، هنحطها تاني في طبقة تانية من الدقيق والنشا عشان تدينا القرمشة اللي احنا بنحبها. نحط الطماطم بتاعتنا، ممكن كمان نزود نص كوباية لبن على فكرة. تمام كده. ممكن ناخد بما اننا هنقسم كمية القرنبيط، ممكن ما ناخدش كمية الثوم كلها. نجيب نص كوباية لبن نضيفها. الخليط الجميل الخطير ده بقى نسيب القرنبيط فيه لمدة ساعة، ياخد من التتبيلة وياخد من الثوم، وبعدين نشغل الطاسة بتاعتنا. يلا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ما ناخدش الكمية كلها. تمام كده. نسيبها بقى تتعايش مع نفسها لمدة ساعة، ونرجع لها تاني نشغل الطاسة بتاعتنا. رجعنا تاني بعد ما سيبنا القرنبيط بتاعنا لمدة ساعة، وحضرنا الطاسة بتاعتنا ومليناها زيت ونسخنها بقى، وجهزنا هنا طبق فيه نشا ودقيق هنحط فيه القرنبيط قبل ما ينزل على الطاسة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، واحدة واحدة.
نزود هنا الدقيق والنشا. شفتوا ازاي خد لون ذهبي وجميل ازاي؟ نقلبه بقى يمين وشمال كده عشان كل الجناب ايه تاخد حقها في القليه، وطلع مقرمش وجميل ان شاء الله طعمه كمان يبقى جميل. وبكده بقى طبق القرنبيط بتاعنا جاهز، وزيناه بالكزبره الخضراء. بالهنا والشفا. نيجي بقى لطريقه عمل الشيش طاووق. جبنا هنا الخلطه بتاعتنا: ملح، فلفل، بهارات، بصل بودره، توم بودره، حطينا برضو شويه كزبره مطحونين، كزبره ناشفه، ومعلقه صغننه او نص معلقه كبيره من بهارات البرياني، يديها شطشطه كده ويديها لون احمر وجميل. تمام. غسلنا الشيش طاووق بتاعنا كويس، وقطعناه مكعبات، وحطينا طبعا معلقتين زيت كبار. نقلب بقى الحاجات الحلوه دي كلها مع بعض. ممكن كمان نحط نص كوبايه زبادي لو عايزين، بيخليها طريه وحلوه. وبعدين ايه نرفعها على النار. نكمل مع بعض تشويح الشيش طاووق بتاعنا. جبنا طاسه غير لاصقه وحطينا فيها زيت وعلينا النار عشان تاخد الصدمه. طبعا احنا سيبنا شيش طاووق دلوقتي شويه في التلاجة مع الخلطه بتاعته ياخد منها كده. ننزل بيها على الطاسه. هي الطشه دي اللي احنا عايزينها عشان ياخد اللون ويستوي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بقى اللي معدي من قدام الفيديو يعمل لنا لايك ويشترك في القناه، وكمان يفعل الجرس عشان نجيب لكم وصفات جديده وحلوه. ان شاء الله قريب هنعمل التبوله، وهعمل لكم كمان بطاطس، كفته البطاطس محشيه جبنه موتزاريلا. سامحوني اذا كنت بتاخر شويه، لان طبعا احنا في وقت دراسه وكده، فالاولاد بس ببقى مشغوله معاهم شويه. تمام. تاخد التشويحه بتاعتها، وبعدين نغطيها، نزودها شويه نص كوبايه ميه مغليه ونغطيها. تمام. نيجي بعد كده بقى نظبط الرز البرياني بتاعنا. هنجيب الرز البسمتي بتاعنا اهو، وننقعه في ميه لمده ربع ساعه، ونكون مجهزين الميه بتاعتنا تغلي هنا. نحط معاها معلقتين كبار زيت او ممكن سمنه. ودي خلطة البرياني معلقة كبيرة منها. لو هنعمل كوباية رز يبقى نحط كوبايتين ونص مية. كوبايتين رز يبقى 4 كوبايات 5 كوبايات مية مغلية. ونظبطها بحيث ان هي تبقى على نار متوسطة اول ما ياخد غلوتين. بعد كده نبتدي نوطي النار عليه عشان يستوي على نار هادية، عشان ما يبقاش معجن وفي نفس الوقت ما يبقاش ني. تمام. شايفين خدت لون جميل معانا ازاي؟ نقلبها كده على الناحيتين تاخد اللون الحلو ده، ونحط نص كوبايه الميه. اما بالنسبه لخلطه البرياني، لو مش جاهزه عندنا او مش عارفين نشتريها منين، حاجه بسيطه خالص. نجيب معلقه توم بودره، بصل بودره، ملح، فلفل، بهارات، بابريكا، حبهان مطحون، ممكن قرنفل مطحون كمان، معلقه شطه صغيره او حسب الرغبه. هو عموما البرياني بيبقى مشطشط شويه. ونحطهم نخلطهم على بعض ونحطهم مع الرز البسمتي. الدنيا هتبقى متظبطه معانا وهتدي طعم البرياني زي الفل. تمام كده. الميه هنا غليت معانا اهي. حطينا معلقه السمنه، هننزل بالخلطه. تمام. بعد كده صفينا الرز بعد ما نقعناه ربع ساعه. ننزل بيه كده. نديله تقليبه وندوق الحدق بتاعه عشان نشوف الخلطه دي مديه الحدق بتاعها تمام ولا هيحتاج شويه ملح. هيحتاج سنه ملح، شويه ملح، حاجه بسيطه خالص. مش كتير.
هنسيب النار عالية شوية ياخد غلوتين، لما المية تنقص نبتدي بقى ايه نوطي عليه النار، خليها زي شمعة كده بسيطة. وهنا الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه؟ بقت جميلة خالص اهي. وبكده بقى الغدا بتاعنا جاهز. الرز بتاعنا استوى وغرفناه وحطينا طبقة اللحمة الأول، طبقة الفراخ الأول، وبعدين فوقيها الرز في طبق غويط، بعد كده قلبناه في طبق مسلطح يدي الشكل الجميل ده. والفيش طاووق بتاعنا جاهز والقرنبيط بتاعنا جاهز. أكلة جميلة جدا وخطيرة بقى في الشتاء. بألف هنا وشفا.